ازيكم؟ لو بتروحي الجيم او بتحسي بدوخة او صداع او حتى ما بتشربيش مية كتير خلال اليوم، لازم يا جماعة تستخدموا الاختراع ده، الالكترولايتس. هو موجود في مصر. كانت في بنوتة انا متابعاها على التيك توك، كانت دايما بتقول عليه من ايام رمضان ان هو ساعدها جدا. هو بيظبط الاملاح والمعادن اللي في الجسم وبيخليكم ما تحسوش باي دوخة او صداع خلال اليوم. اللي موجود في مصر شركة واحدة تقريبا بس اللي هي بتعمله، وبيجيبوه من نون، وبيقولوا انه طعمه وحش جدا. بس في اي بلد تانية انا جايباه من على امازون في لندن، طعمه حلو جدا. وفي منه كمان اطعمة كتير، في فراولة وفي ليمون وفي برتقان وفي كريز وفي بلو بيري وفي جوز هند. بره مصر في منه فليفرز كتير جدا. كل الحكاية بنشوف هو المفروض يتحط على قد ايه مية. هو بالنسبة للي انا بستخدمه بيتحط على 300 كده، وبعدين بنقلبه نشربه قبل ما نروح الجيم. حتى لو ما بتروحوش الجيم برضه هو حلو جدا، وزي ما قلت لكم هو بيظبط الاملاح والمعادن اللي في الجسم. حقيقي انا فادني جدا، لان انا الفتره الاخيره كان على طول دايخه وعندي صداع، ففادني كتير جدا في ان هو قلل لي الموضوع ده، وبطلت مسكنات. مشكلتي في موضوع الصداع علشان انا بحب السكريات جدا، فلما بعمل دايت وبطل السكريات، الوقت اللي بيتسحب منه السكريات من الجسم عاملة زي المخدرات بالظبط، بتعمل دوخة وصداع. ودايما الجسم بيطلب مني انه عايز حاجة مسكرة، مش عايز لا تمر ولا سكر الفاكهة ولا الحاجات دي، عايز سكريات بقى، حلويات وكده. فانا طبعا مش بديله الكلام ده، فببقى مش قادرة ومصدعة. من ساعة ما بدأت اشرب الالكترولايتس ده هو فعلا فرق معايا جدا. فانا بنصحكم بيه. لو انتوا بره مصر ممكن تجيبوه من اي اجزخانه او موجود اونلاين. لو انتوا في مصر هتلاقوه على نون زي ما هم قالوا هناك. بس زي ما بقول لكم بيقولوا انه طعمه وحش جدا بس مفيد جدا، فبيستحملوا طعمه ومع الوقت بيتعودوا عليه وبيشربوه.